معناها راني أنا العياشي الهمامي وقع إيقافي من طرف سلطات قيس سعيد ورمي في أحد سجون تونس لقضاء عقوبة سجن 5 سنوات من أجل جريمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي. هذايا في شكل حكم صدره القاضي في محكمة الاستئناف، لكن في الواقع هو قرار سياسي من قيس سعيد والحكومة متاعه يقضي بذلك كما قضى في حق العشرات من التونسيات والتونسيين بالسجن، وما زال يتابع ويلاحق في عدد كبير منهم. هذه إجابته هو على مشاكل البلاد، لأنه عاجز باش يحل مشاكلنا في الصحة والنقل والتربية، في القمع السياسي وفي كل الميادين، فإنه لا يلقى إلا أن يوصم المختلفين عنه في الرأي والذين ينبهون إلى الحقيقة يوصمهم بالخيانة والتآمر باش يكمم الأفواه ويمنع الرأي المخالف. هذاك عنده إلى حد الآن 4 سنوات وهو في حكم فردي مطلق، والبلاد ماشية وضعيتها وتتدهور ولن نقبل بذلك. حبيت نقول لكم أنه كما كنت ناضل خارج السجن من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية، فإني سأحول الزنزانة اللي باش يحطني فيها قيس سعيد إلى ساحة نضال كذلك. سلاح السجين السياسي هو الإضراب عن الطعام للتعبير على الرفض والاحتجاج. سوف أو اعتبروني بصفة رسمية أني دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام منذ إيقافي. وقت تتفرجوا في الفيديو هذايا معناها راني دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام منذ تاريخ إيقافي، ولن أرفعه إلا عند إطلاق سراحي. وأتأمل أن إضرابي عن الطعام، وإذا كان وقعت إضرابات أخرى داخل السجون، يكونوا يحفزوكم ويحفزوا التونسيات والتونسيين بصفة عامة على مزيد النضال وعلى توحيد الجهود من أجل لا فقط إطلاق سراحنا بل التخلص من هذا الاستبداد البائس وهذا الوضع المزري اللي ماشية وتغرق فيه بلادنا العزيزة تونس. لذا أوجه لكم دعوة بأن تواصلوا النضال وأن تتحدوا على هذه الأرضية المشتركة التي تجمعنا اليوم جميعا، شبابا وشيبا من كل الأجيال ومهما كانت القطاعات اللي احنا فيها، وبغض النظر على الخلفية السياسية لنا، كلنا ضحية قمع هذه السلطة، فلنتوحد معا من أجل تغيير الأوضاع. الوحدة هي الطريق العادي والطبيعي لكل الشعوب أمام الاستبداد أو أمام الاستعمار الخارجي. ريتو الشعب تخلص بدون أن يثور ويرفض، لكن هل ريتو نجاحه في الثورة والرفض يتم دون أن تتوحد القوى الحية؟ نحن علينا التوحد لكي نستطيع فرض ميزان قوى جديد، وإذا توفر هذا ميزان قوى جديد ورأينا أن البلاد أخذت منعرجا جديا نحو التغيير، فإضراب الجوع سوف يرفع بطبيعته، لأن الهدف منه بدأ في التحقق، وهو وحدة الأطراف المختلفة على تغيير الوضع. أدعوكم إلى العمل المشترك، أدعوكم إلى الوحدة من أجل تونس حرة وديمقراطية، من أجل العدالة الاجتماعية. لا ننكر خلافاتنا، ولكن كذلك لا نسبق خلافاتنا الآن على العمل المشترك، لأن هذا هو الشيء يحب قيس سعيد أو أي استبداد يحب المخالفين ليه يبقوا مقسومين وموزعين باش ينجم يعمل كما يحكم كما يحب. وقت اللي يتوحدوا يولي عندهم وزن ويفرضوا رايهم. أدعوكم إلى الوحدة مرة أخرى، إلى العمل المشترك، إلى البحث على أرضية مشتركة تقفون عليها جميعا وتدفعون. الوحدة هي اللي تغير ويسقط الانقلاب، ولتحيا تونس ولتحيا الحرية، ونحن مع بعضنا داخل السجن وخارجه. تحياتي.